حجب الحكومة السعودية لحسابات المعارضين على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم قبل شوي وصلنا خبر إن في سناب شات حسابات المعارضين ما قامت تطلع للناس اللي في السعودية على سناب شات. عشان تطلع لك حسابات المعارضين لازم تحمل VPN وتغير البلد وحوسة يعني، ومو كل الناس يسوون كذي. ليش هذا الشيء قاعد يصير؟ منو المسؤول عن هذا؟ أهم راح نوضح يعني ونناقش. لحد الحين مو واضح إذا كان هذا الإجراء من شركة سناب شات نفسها. يعني سبق إنه صار هذا الشيء في التيك توك وفي الإنستغرام قبل 10 أيام تقريبا، صار في الإنستغرام أو أسبوعين. في التيك توك يقولون لنا يرسل، يعني طالع لي هنا يقول لي إن أنت في بعض البلدان محتواك ما يطلع بناء على طلب قانوني من هذه الحكومات اللي قالت إن محتواك يخالف القوانين المحلية. طبعا هذه الحكومات هشة وجبانة وخوافة، تبي تحجب عنكم أي آراء ناقدة أو تكشف مواطن الخلل في عملها أو تنتقد أخطائها وتكشف وتبين فسادها، فيبون يستفردون في الناس اللي في الداخل. لكن نرجع للنقطة، هذا كان طلب رسمي، التيك توك استجاب لهم بكل أسف، وبعدين مؤخرا استجاب لهم الانستغرام اللي هو شركة فيسبوك، شركة متى اللي تملك الفيسبوك والانستغرام. اليوم صارت حسابات المعارضين ما تطلع على سناب شات. الحين ما ندري هذا من شركة سناب شات استجابت لهم كذلك، لأن هذول ما أرسلوا لنا شيء. شركة سناب شات ما أرسلت للمعارضين شيء. يعني لما صار في الانستغرام أرسلوا لنا قال والله حسابك صار الحين مو متاح في السعودية بناء على طلب من الحكومة السعودية. ونفس الشيء التيك توك قالوا لنا نفس الشيء. سناب ما ندري هل هذا من شركة نفسها ولا هم مسوين شيء تقني من الناحية التقنية تمنع أو تقيد وصول المستخدمين في السعودية. يعني الحكومة السعودية مسوية هذا الشيء، ما ندري لحد الحين. اللي قاعد نشوفه المؤشرات الأولية تقول إنه على ما يبدو الحكومة السعودية هي اللي مسوي هذا الشيء، لأن شركة سناب شات ما قالت إن إحنا والله تلقينا طلب ولا راح نحظر أو نحجب حساباتكم في هذه البلدان. فإذا شيء من طرف الحكومة السعودية وشيء تقني ممكن مع الوقت بالإمكان تجاوزه. قلنا لكم من قبل حملوا VPN. ما تبي تحمل VPN كيفك، VPN يحميك حتى إذا أنت مو معارض. حمل VPN لأن هذه الحكومات تتجسس عليك، تطبيقات الحكومية تتجسس عليك. حمل VPN. حتى الناس اللي مو عايشة في الدول القمعية تحمل VPN. أنا أستخدم VPN والناس توصي باستخدام VPN. لكن مفهوم أن أغلب الناس، الأغلبية الساحقة من الناس، إما راح تكون تتكاسل أو تخاف تسوي هذا الشيء. يعني realistically speaking إن قلة من الناس هي اللي راح تحمل VPN وتتعنى. الناس الديفوتد الديديكيتد اللي كذا، لكن الباقي ما راح يسوون هذا الشيء. هني الحكومات هذه تستفرد بسرديه، ويصير انت اذا انت داخل السعوديه ولا داخل الامارات ويمكن تتبعهم بقيه الدول الخليجيه الاخرى ما تسمع الا البروباغندا الحكوميه. زين وخلاص، ما تشوف الا مديح وتطبيل وكذب وافتراءات واحصائيات كاذبه. تدري شنو المضحك بهذا الشيء؟ ان تداعيات هذا الشيء على الحكومه السعوديه وخيمه. ليش؟ تذكرون في البث الاخير انا قلت لكم جمله حكيمه، قلت يا خوفي ان احنا كمعارضين مهمتنا مثل التنفيس عن جدر الضغط، ان الناس تدخل على محتوانا عشان تلقى نوع من التنفيس، لكن لان هذا التنفيس موجود فالناس ما تصل الى مرحله الغليان والانفجار او مرحله اللي تخليها تسوي شيء. الحين الحكومات هذه اذا قمعت اصوات كل المعارضين شنو راح يصير بالناس اللي في الداخل؟ ما راح يكون في هذا الاوبشن مال التنفيس، فمع الوقت راح ينفجرون، لان الفساد راح يستمر، البطاله راح تستمر، لا وتزيد، والفقر راح يزيد، وتفضيل الاجنبي والهدر المالي كله راح يزيد. هذا من جانب. ومن جانب ثاني وجود خطاب معارض في اي مكان في العالم ضروري، لان الحكومات سواء كانت ديمقراطيه او غير ديمقراطيه لما تدري ان في ناس يتربصون لها او يحاسبونها ويراقبونها تحسب حسابها. حتى الحكومات القمعيه على كل رداها يعني تقول والله ما نبي نعطي هذول شيء مستمسك علينا، لكن لما يطمئن ان ما في احد راح يكشفه، يعني no one will expose him، لا بياخذ راحته ويبطش ويسرق اكثر ويسرح ويمرح ويلعن خيرك. وكذلك الحال في الديمقراطيات، يعني دائما الاحزاب المعارضه التي لم تحصل على الاغلبيه تراقب عمل الحكومه التي فازت بالاغلبيه ويعني وتنتقدها وتحاسبها وتتابع ادائها عشان تقول حق الناخبين شوفوا هذول مو قاعد يسوون شغل زين، المفروض تنتخبونه في الانتخابات القادمه. لذلك انا بكل صراحه اقول لكم هذا أسوأ شيء ممكن يحصل اذا استفردت الحكومات هذه بالسرديه الاعلاميه وغابت الاصوات المعارضه. يعني في السابق
كان في قنوات فضائية صح؟ اللي يبي يسمع المعارضين سعد فقيه ولا كذا يطلع له بالقناة الفضائية، أنت قاعد تقلب. الحين تحولت التكنولوجيا إلى السوشيال ميديا، تويتر، انستغرام، يوتيوب، تيك توك، صح؟ فالناس وطبعا هذه صارت تصل للناس بشكل أوسع. إذا استطاعت هذه الحكومات أن تحجب هذه الأصوات تماما وتمنع الشعوب اللي في الداخل من أنهم يسمعون أو يقرؤون ما يقوله معارضيهم في الخارج، بيصير عندك وضع جديد، وضع سيء، وضع يخلي السعودية تصير مثل كوريا الشمالية ولا مثل ليبيا أيام القذافي، وأنت تعرف شنو صار في القذافي وتعرف شنو صار في ليبيا، ولا مثل سوريا أيام بشار الأسد وأيام حافظ الأسد. نرجع إلى زمن سيطرة وهيمنة الدولة، الحكومات هذه القمعية، على وسائل الإعلام، لما قبل الإعلام التقليدي التلفزيون والإذاعة والصحف والأشياء هذه. يعني شوف حتى في السابق اللي من جيلي وأكبر يذكرون مثلا إذاعة البي بي سي العربية، يعني قبل، شوف الحين الوضع أسوأ إذا حصل لهم هذا الشيء اللي يبونه، والله أسوأ بوايد، بشرح لك ليش. قبل العرب يلقطون إذاعة البي بي سي، تردد الستلايت يلقط القنوات الخارجية اللي ممكن في السي ان ان ولا البي بي سي ولا القنوات اللي يسوونها المعارضين. الحين إذا تمكنوا في زمن السوشيال ميديا وزمن الانفتاح أن يحجبون أي حساب ما يعجبهم، أنت بيصير وضعك خراب السعودية حيل، ورب ضارة نافعة. أرجع أقول لكم البث اللي طاف لما قعدت أقول، بديت أستوعب، قلت يا خوفي إن محتوانا، يعني أنت تعصب، أنت سعودي عاطل باطل ماكل تبن مسحوق زين وممتعض، صار لك سنين متخرج وما لقيت وظائف، والوظائف بس المتاحة كلها خرابيط وما تفتح بيت وما، هذا إذا لقيت، وقمع وما تقدر تتكلم، وحتى اللي يتكلم بس عن البطالة يسجنونه. تدخل بثي ولا بث عمر ولا هذا يعطيك نوع من التنفيس، تفش خلقك، فترجع للضيم اللي انت فيه ثاني يوم، تتطلع لي البث هذا او الفيديو او التغريدات اللي شوي تنفس عنك، بس مو قاعد تحل مشكلتك. الحين تخيل انه راح يغيب هذا المتنفس، راح تقعد تغلي 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 بروحك، والحكومات راح تتمادى، راح تتمادى حيل حيل. وانتم من غير شيء، انا ما بكون، انا مو جاي اكون متشائم، مو جاي اخوفك، انا جاي اقول لك الصدق، انا جاي اقول لك الصدق. القادم كارثي والله العظيم، خصوصا اذا انت في السعوديه او الكويت. القادم كارثي كارثي والله العظيم. اذا انت تحسب ان وضعك الحين زفت، ولا السنين هذه الاخيره كان الوضع زفت، والله العظيم بتترحم على الوقت اللي انت فيه ولا السنين اللي طافت. تذكر كلامي، بيصير ازفت بوايد بوايد، والله بصير الوضع ازفت بوايد، خذها مني. شوف انا بقول لك اياها صراحه، انا والله يعني ما ابي، قلت لك انا وياي يكون متشائم، انا قاعد اقول لك الصدق. المعارضين بكل موضوعيه، اذا تمكنت الحكومات الخليجيه من حجب حسابات، حجب هم ما يسكرون حساباتنا بس ما نطلع لكم، اذا تمكنت الحكومات هذه من حجب حسابات المعارضين، تنتهي المعارضه، تنتهي المعارضه. لان اذا المعارض ما عنده طريقه يوصل فيها صوته للناس اللي في الداخل، ايش تبي يسوي؟ اوكي بيسوي نوع من الضغط، اللوبينج، الضغط الاعلامي وكذا، بس انا شخصيا يعني انك انت هني تخاطب الهيئات الحقوقيه والبرلمانات اوكي هذا شيء مهم ويفيد، بس الاساس انك توصل صوتك للناس اللي في الداخل وتوعيهم وتقنعهم. اذا هذا الشيء ما تحقق، خلاص، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. اللي راح يصير ان كثير من المعارضين راح نحاول طبعا وسنظل، يعني تخيل الحين احنا ما بقى لنا، الحين هم صكوا عليكم، صكوا علينا عشان ما نوصلكم في السعوديه والامارات، صكوا علينا التيك توك، وبعدين صكوا علينا الانستغرام، واليوم صكوا علينا سناب شات. ما بقى لنا الا تويتر ويوتيوب، وما تدري يمكن تويتر ويوتيوب يلحقونهم. تويتر بدأ يستجيب لمطالب الحكومات الخليجية، واستجاب لمطالب الحكومة الإماراتية، وحجم حسابات كثيرة من ضمن حسابات الوطنجية السعوديين ما قامت تطلع، وقالوا ان هذا يعرض الامن القومي للخطر. باكر اذا انت ما تقدر تشوف المعارضين باي مكان، والمعارض ما يقدر، شوف في ناس بيحملون انتم يعني اللي معانا قلبا وقالبا، في ناس الهارد كور يعني بيحملون في بي ان وكذا، بس ما راح نصل للناس الاخرى. احنا ما نبي نقنع الشخص اللي معانا اوريدي، احنا خطابنا موجه للمخالف او المحايد. اللي خالفنا نبي نقنعه ونغير موقفه، والمحايد اللي لا هو معانا ولا ضدنا نبي ينضم لنا. اذا انت اوريدي معانا ونعم فيك ونحطك على يمنانا، بس ما يكفي هذا الشيء، احنا ما وصلنا للناس. مع الوقت
الناس راح تبدا تحمل الفي بي ان اكثر. يعني مثل السعوديين لما بدأوا يحملون الفي بي ان لما منعوا بثوث التيك توك في السعوديه، والسعوديين متعودين على بثوث التيك توك. الى اي مدى هذه الحكومات تبي توصل؟ يعني اذا هذه الحكومات تمكنت انها تحجب اي حسابات ما تعجبها، ترى باكر يحجبون عنك اي شيء. يحجبون عنك حسابات الجارديان والبي بي سي والنيويورك تايمز، هاي بحجه انها تخالف القوانين المحليه، لان فيها مقالات تنتقد محمد بن سلمان وتتكلم عن تردي الوضع الاقتصادي للسعوديه. فانت بتصير، اذا حد فيكم شاف وثائقيات عن كوريا الشماليه شلون البروباغندا، يعني كوريا الشماليه الانترنت فيها مراقب، يعني الشعب في كوريا الشماليه ما يسمع الى اي راي او اي طرف حكومه كوريا الشماليه ما تبي يسمع، فيطلعون لك الناس مخوخهم مغسوله ومقموعين مسحوقين يعني. لكن الفرق ان في كوريا الشماليه تعودوا كذي من زمان، تعودوا على النظام الشيوعي الاشتراكي هذا، والحكومتهم يعني ماشيه الليله، ما في فقاره في كوريا الشماليه ترى. بينما السعودي لا، او الخليجي بشكل عام تعود انه يكون منفتح على العالم واوضاعه سيئه فراح ينفجر. لذلك نبي وقفتكم معانا، نبي همتكم. انا سويت حساب تيك توك جديد، قلت لكم المره طافت يوم اقترحته، قلت لكم ان انا بسوي حساب جديد عشان نباغتهم منه، هم عشان يراسلون التيك توك شيء ياخذ وقت. فانا شو اسوي؟ نسوي حسابات جديده وعادي كل ما يسكرون نطلع لهم من تحت الارض. هذه الحسابات الجديده راح تطلع للناس في السعوديه والامارات وغيرها، تطلع لعدد كبير من الناس. الحساب الجديد اللي انا سويته التيك توك اسمه ابو تيم صبا 2، يعني السبيلنج ماله ABUTAYMSIBA2. وفي حسابي في التيك توك نزلت فيديو اخر بوست منزله تكلمت عنه، وبالتعليقات سويت له منشن. ديروا بالكم في ناس يحاولون ينتحلون شخصيتي، بالحساب نفسه صورت فيديو وقلت ان هذا حسابي، لازم نوصل فيه 1000 متابع عشان نقدر نفتح فيه بثوث. فالشباب اللي هني بالتيك توك حسابنا فيه 200,000 متابع، 218,000 متابع، نبي 1000 بس يسوون فولو على الحساب الجديد، راح نستخدمه في البثوث ان شاء الله. ماشي؟ واللي قاعد يشوفني في اليوتيوب وقاعد يشوف التسجيل نفس الشيء، ابو تيم صيبه 2، تدخل تلقى انا منزل فيه فيديو، وعلى حسابي الاساسي بالتيك توك منزل فيديو كاتب ونزلتها بالسناب كذلك. في ما شاء الله عدد منكم استجاب، يمكن 100 شخص. بس همتكم معنا، مثل بهجة صابر كل شوي يطلع لهم من حساب جديد. فحمل الفي بي ان، ضيف الحساب الاحتياطي هذا اقل شيء تقدر تسوي.